السلام عليكم شباب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا بخير. خلينا نوريكم شنو هو صاير في الفضايح. وابارامون ميسي مشى للهند وكلات بعضها غاديكا. شنو هي الحكايه؟ فبدي خلينا نشوفوا نقراو بالطبيعه اخر الاخبار والتفاصيل. لا تنسوا طبعا اللايك والاشتراك في القناه، وما تنساوش يا شباب عملنا صفحه علولو كوره نعملوا فيها بالطبيعه مسابقات. تتكهنوا بنتيجه مباراه المنتخب الوطني التونسي في كاس افريقيا. طلعت نتيجه صحيحه، نعلن الفائز في صفحه الفيسبوك ونبعث له بالطبيعه جائزه يعني ماليه عن طريق الاوديسات. بالطبيعه انا ساكن في الامارات، نبعث له من حسابي البنكي الامارات على حسابه في الاوديسات. اللايك يا شباب والاشتراك في القناه، وخلينا نشوفوا بالطبيعه الخبر الاول، خبر عاجل. هاي سيدي الخبر الاول هنا يقول لك ميسي يتسبب في فوضى داخل الهند. يا ابو قلب تصوروا انتم ميسي اش مهزوا اش مجايبوا للهند. يا اخي الهند هم يتبعوا في الكوره. تو عندي صحابي انا لهنا يخدموا زاد في الامارات هنود، نحكي معاهم على الكوره يقول لك احنا ما نفهموش في الكوره. عندنا اللعبه المفضله الاولى هي الكريكت، هذيك كيما البيسبول حاسيلو كريكت، يلعبوا الكريكت، هذيك هي اللعبه نتاعهم. فهمتي؟ ما يحبوهاش الكوره. اش مجيب ميسي للهند؟ الله اعلم. خلينا نقراو بالطبيعه الاخبار. بدات جوله ليونيل ميسي في الهند بفوضى عارمه يوم السبت بعدما القت جماهير مقذوفات وحطمت مقاعد واقتحمت استاد سولت ليك بعد مشاركه قصيره لاسطوره كره القدم الارجنتينيه في حدث يتطلب شراء تذاكر. جاي مع الهنود انت وشراو لك تذكره عاد، فهمتني؟ وما قدمتلوش معناها السيرفيس اللي هو حبه بالطبيعه باش يكسر الدنيا كل. وقال راجيف كومار مدير عام للشرطه ولايه البنغال الغربية أنه تم احتجاز ساتادور داتا منظم الحدث. وكان من المقرر أن يزور ميسي الاستاد لمدة 45 دقيقة باش يجيهم 45 دقيقة، لكن ظهوره لم يتم سوى 20 دقيقة. أقسم بالله العظيم على دقيقة فهمتي يحربوها الدنيا الكل. وبلغت أسعار تذاكر حضور فعالية 3500 روبية، 38 دولار. هندي يدفع لك 38 دولار وبالفطو. ايش باش يفضها يا معلم؟ ايش باش يفضها؟ أكثر من نصف متوسط الدخل الأسبوعي في الهند. لكن أحد المشجعين قال أنه دفع 130 دولار. وكسرت جماهير في ملعب سولت ليك في عاصمة البنغال الغربية مقاعد استاد وألقت بها مع مقذوفات أخرى على الملعب، بينما تسلق العديد منهم صور الملعب والقوا بمقذوفات. وقال ايدي لال من جازيوز شدني كرومب في فمي ابو قلب، اي مش لازم، الذي قطع نحو 1500 كيلومتر على مدار يومين لحضور الحدث. بس نورمال باش يكسر السيد جاي 1500 كيلومتر ويدفع 130 دولار وفي اللب باش يشوف ميسي، وفي الاخر ميسي يقعد ابارامون ما شافوهش حاسيلو. خلينا نشوفوا الخبر اللي بعده. ميسي في الهند جولة تاريخية تتحول إلى كارثة وطنية وعنف. شنو كاتبين؟ خلينا نشوفوا. ترى هذه التصاور تاع هو عمك ميسي، فهمتي؟ دافعين عليه فلوس، اقسم بالله العظيم ما ندفع حتى فرنك باش تشوفوا محسوب يتجنن. تحولت زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة كولكاتا الهندية إلى مشهد فوضوي بعدما غادر أسطورة كرة القدم ملعب سولت ليك بعد أقل من 20 دقيقة. يا خويا صرفت كملتهم ال 45 دقيقة وسط غضب عارم من الجماهير التي ألقت زجاجات وكراسي من المدرجات احتجاجا على ما وصفته بسوء التنظيم. برامو المدير تاع التنظيم هذاك هو فهمتي باش يتحطوا رأس الشمس. وكان ميسي برفقة زميلي في انتر ميامي لويس، بلي معاهم شو اسمه هو، معاه الكارت كور التونسي معاه، وينو هاو ريحته ما فماش. طردوا ولا عمل له؟ وينو الكارت كور التونسي؟ بالله اللي يتفرج يكتب لي في كومنتير فمك الكارت كور التونسي موجود معاه هذاك وش اسمه نسيت اسمه معاه ولا واش باش يقاوم معلو واش باش يحمي واش وكان ميسي برفقة زميلي في انتر ميامي لويس سواريز ورودريغو، وقد وصل إلى كولكاتا فجر السبت ضمن جولته المعنونة ب 2025 تاور اوف انديا وسط استقبال جماهير حاشد في شوارع المدينة. غير أن الآمال الكبيرة التي علقها المشجعون على زيارة سرعان ما تبددت. وبحسب الخطة المعلنة كان من المفترض أن تستمر الفعالية في ملعب سولت ليك قرابة ساعتين، معناها بساعتين باش يقعد يتجو. فهمتش انا غريب يا اخي، العباد يدفعوا تساكر وكذا باش ميسي يقعد يمشي كا ويرجع وش يعمل؟ شنو عارضه زياده؟ فهمتش انا شنو الهدف نتاعها هذه؟ يمشيش نهار اللي هكا فهمتي يقرر يجي لتونس باش تقصوا تساكر وتشوفوه كيفاش يمشي ويجي. سايبوا علينا من الروايق هذا خويا، سايب علينا. خلينا نشوفوا اللي بعده. حسيلو شويه تصاور فهمتي وكيما تشوفوا تكسير دقدقوه التيران دقدقوه. تفرج شبيك انت هندي يدفع لك 130 دولار في الاخر تبلفتو يا ولدي، اقسم بالله العظيم ما يدجدجها الدنيا كل. تفرج يا سيدي.
تكسير واحد ضارب ومضروب، احباط وغضب في المدرجات. واكد شهود عيان ان ميسي ظل محاطا بعدد كبير من المسؤولين والسياسيين فور دخوله الملعب، مما جعل الجماهير غير قادر على رؤيته بوضوح. سيبوا العباد، انت في وسط التيران انت مسؤول، سيب العباد خلي يشوفوه. غريبه والله غريبه، مع اني ضد انا الحكايه ذي، فهمت؟ ملا غالب كهو تمنيكوا على عقولهم، لو تدفع لك $130 باش نرى ميسي من يديه هك، ما لقيت وين نحط فلوس. باه نشوفوا الخبر اللي بعده. زيارة ميسي للهند تتحول إلى كارثة واعتقال المنظم. بارامو المسؤول اللي مسؤول على التنظيم هاكا فهمتني، شدوه. شهدت جولة هندية نجم كرة القدم العالم ليونيل ميسي أحداثا مثيرة جدا بعدما أقدم آلاف المعجبين على اقتحام الملعب. أنا فهمتش أنا الهنود من وقتاش تعجبهم الكرة، من وقتاش يتبعوا ميسي وكريستيانو رونالدو. غريبة والله، أول مرة اللي نسمع، هاني مني ليهم، أنا هاني معاهم عايش معاهم، فهمتني؟ ما يحبوش الكوره، عمري ما سمعت واحد هندي يحكي على الكوره ولا زوز يحكيوا على الكوره. كان يحكيوا على شو اسمه اللعبه نتاعهم هذيك كريكيت كاو، اما باش يحكيوا على الكوره مستحيل يا اخي. هاي ولات كلات بعضها وجايبينه والله غريبه والله. تفرجوا في التصاور يا معلم، تفرجوا الدنيا مدججه عاد، تفرجوا بالله. جاءت الفوضى في ولاية بنغال الغربية. أخي بنغال ولا الهند، ثبتوا لي رواحكم، حيث كان ميسي يلتقي بمعجبيه ضمن جولته في الهند، وبعد انتظار طويل وساعات من شراء التذاكر. هندي وشرى لك تذكرة يا أبو قلب. أصيب المعجبون بالغضب لعدم تمكنهم من رؤية نجمهم المفضل، مما دفعهم للنزول إلى أرض الملعب ورمي زجاجات، ما تسبب بأضرار مادية في الاستاد. سي نورمال كهو، عندهم الحق برجوليه، تدفع فلوس في الاخر، فهمتني؟ ما نشوفش ميسي هكا تو. انا نحكي على الهنود، انا ما نحكيش على روحي. انا اقسم بالله العظيم ما يخرج من جيبي حتى فرنك باش نراه من يديه، يا بلوشي يا لا والله حكي. شنو كاتبين لهنا في توثيقات من حادث يمكن رؤية عشرات مشجعين يثيرون الشغب ويرشقون أشياء في ملعب سولت ليك في كالكتا، وذلك بعدما لم ينجحوا في رؤية نجم كرة القدم. شنو وفات الدنيا وبرا ما ريتوش، ايش فيها عاد بيه؟ لهنا شنو يقول؟ رحلة ميسي للهند تتحول إلى كارثة وطنية، ماذا حدث في كالكوتا؟ وصل الأسطول الحدث شهد فوضى تنظيمية كبيرة وارتفاع أسعار التذاكر وظهور سوق سوداء، وسوق السوداء زاد مارشي نوار يا ابو قلب. باش فبدي تشوف ميسي حتى كان جاي يكور باش يمشي فبدي هكاك يمشي قدام، فهمت شنو باش يغني، ما فهمتش انا شنو هي الايفنت هذيا، الايفينمون هذا شنو يعني، شنو باش يقدم ميسي غير كرة القدم؟ شنو عنده باش يقدم؟ باش يغني، باش يشطح، شنو باش يعمل؟ والله غريبة والله. باه لهنا فيديو القاء زجاجات وتدمير مدرجات، محاولة اقتحام ميسي يهرب مبكرا بعد تحول زيارته للهند الى كابوس. خويا فما نصيحة واحدة، رجعوا الفلوس للناس، فهمتني؟ احسن فهمتني ما تاكل بعضها، فهمتي؟ في البلاد الكل رجعوا الفلوس خير لكم. تفرج دكديك وتجديج، تفرج ماتريال وبفلوات ودنيا، تفرج وكلهم لابسين مراول ميسي هكا، وجوههم هنود، هاي ظاهر هنود. وفقا لوكالة الانباء الهندية فإن الجماهير تواجدت في ملعب سولت ليك في كولكاتا لرؤية ميسي، ولكنهم خرقوا البروتوكولات الأمنية ليفشل التنظيم بالكامل. الفوضى تسببت في فشل العديد من المشجعين في إلقاء نظرة خاطفة على ميسي، مما جعلهم يلقون الزجاجات نحو الملعب. ولاو تكسير وعنف وكل شيء. فرج التيران دجوه، وما فهمتش أنا الهند من وقتاش عندها تيران تاع فوتبول، الله أعلم. شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسوا طبعا اللايك والاشتراك في القناة وكل شيء بيخص المنتخب الوطني التونسي والكرة العالمية إن شاء الله. نشوفكم إن شاء الله فيديوهات الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.